ده انا قاوت عيني دلمتنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده اطلع اتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده انا قاوت عيني من البوم سمعوني. يلا بينا. انا بحترم رسمة شفايفه واللي انا شايفه. اغنيه نقاوت عيني هي من كلمات والحان عزيز الشافعي ومن توزيع تومة. الاغاني المقسوم الريتم بتاعها جامد جدا، بترقص كده ولذيذه وكلماتها حلوه. رجعتني كده لاغنيه يمنعنا شويه. الاغنيه حلوه قوي، كلها دلع وغزل ونقاوت عيني تستولني، فيها مفردات كتير جديده، مش في ايدي كاس بس تولني. كلمات متركبه بشكل قوي ومعموله بتركيبه غريبه. عزيز الشافعي بجد شاطر جدا جدا جدا، بيعرف يوظف الكلام صح والالحان، بيعمل شغل فعلا مختلف. الاغنيه دي بره الصندوق، مقسوم، بترقص، بس كلامها جامد وجديد. وعلى حماقي بالذات انا عجبتني جدا، رتمها لذيذ، توزيعها كان رائع، الاغنيه كلها حلوه، النغمه نفسها بتاعت الاغنيه كانت جميله، الفكره كلها طالعه بشكل حلو ولاقي على حماقي. انا حبيت حماقي جدا في الاغنيه دي، واتوقع ليها نجاح كبير وتشتغل في الافراح بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. من الاغاني الرايقه واللي انا حبيتها قوي. رجعتني برضه الاغنيه واحده واحده بتاعت حماقي، لما ايمن بركه قمر كتب له على مشمي. كلمه على مشمي دي ساعتها جننتنا كلنا، وايه مشمي دي، وقعدنا نكلم نفسنا لغايه لما عرفنا معناها. الفكرة هنا برضو نفس الموضوع، في مفردات كتير جديدة في الأغنية دي، كتير هتسمعوا مفردات كتير جديدة. عجبتني الفكرة. عزيز الشافعي انت عبقري، انا بحب شغلك جدا، وانت ليك شغل جامد جدا من زمان، سلطنتنا وبسطتنا في الألبوم ده. كل حد اشتغل في ألبوم حماقي، ألبوم سمعوني، فعلا عامل شغل جامد جدا. كلهم اشتغلوا من قلبهم، طلعوا احسن ما عندهم، عملوا لنا الالبوم بالعظمه دي كلها. 18 اغنيه، بس هم فعلا 18 اغنيه فعلا يا جماعه. الاغاني ما فيهاش ولا غلطه، الاغاني كلها حلوه. حتى لو انت في اغاني عجبتك واغاني لا، في غيرك هيروح للاغاني اللي مش عاجباك دي ممكن تعجبه. حاول يرضي جميع الاذواق في الالبوم ده على قد ما يقدر، وده كان باين من مجهوده ومن الشغل، وكان واضح فعلا جهد مبذول. انبسطت جدا بالتجربه دي، واغنيه بترقص ولذيذه ومقسوم كده، ومن احلى الاغاني اصلا المقسوم وبترقص في الالبوم. فالاغنيه دي حلوه جدا ودلوعه كده في نفسها. حق ادلع فيه ولا مش حقي؟ انا مثلا دي عجبتني اكتر من بتاعه يا نسيم حبيبي نسم اللي نزلت السنه، اللي هي بتاعه يا فاتني، البوم يا فاتني، اخر البوم. يا نسيم حبيبي نسم يا جماله لما بسم. يا نسيم دي ما حسيتهاش، اغنيه مقسوم وبتاع، بس مشي الدنيا ورجعتني لاغاني كتير كده قديمه زي يمنعنا في دلعها. حماقي غناها برضو بطريقه كده فيها كده دلع كده وغزل، اللي هو بيتغزل في حبيبته وعمال يدلع فيها. اول حاجه برضو انا بحترم رسمه شفايفه، كلام فيه جراءه، بس فيه معاني جديده في السياق بتاعها. فدي برضو صياعه من عزيز الشافعي، ان هو كده عمل حته رايقه. بالنسبه لي الاغنيه دي اقدر اقيمها وادي لها 9 من 10، والاغاني اللي عجبتني قوي في الالبوم. قولوا لي رايكم في الكومنتات تحت وعرفوني كانت عاجباك وما كانتش قد كده. ده كان رايي في الاغنيه. لو انت لسه جديد وتشوفني، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد، واعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشرف كل مكان كل اصحابك، ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.